كتفك بيوجعك؟ العيان الأول عيانة في الأربعينات أو الخمسينات، عندها السكر عالي، كتفها بيوجعها وما بتعرفش تحركه كويس، الوجع بيزيد جدا بالليل وبتصحى من النوم على الوجع. السبب الأشهر للمشكلة دي هو الفروزن شولدر أو تيبس مفصل الكتف، وفي ارتباط كبير ما بين السكر العالي وتيبس الكتف. بالفحص الطبي بنلاقي العيان عنده نقص في المدى الحركي للمفصل، يعني ما بيعرفش يحرك كتفه للآخر وفي ألم شديد مع حركة المفصل. بنعمل أشعة رنين علشان خاطر نتأكد بيها إن وتر الكتف سليم وما حصلش فيه قطع. والعلاج بيبقى رقم 1 تظبيط مستوى السكر، رقم 2 وهو ده الأهم علاج طبيعي لزيادة مدى حركة المفصل وفك التيبس، وده اهم حاجة في الخطة العلاجية، هو دكتور علاج طبيعي شاطر علشان يحل المشكلة. في الدرجات المتقدمة بنضطر نعمل عملية بالمنظار نفك بيها الالتصاقات اللي جوه المفصل واللي عاملة التيبس. اغلب العيانين بصراحة ما بيحتاجوش العملية دي وبيتحسنوا مع العلاج الطبيعي الا في الدرجات المتقدمة قوي. طيب يبقى النصيحة دايما نحافظ على مستوى السكر مظبوط. خد بالك من والدك او والدتك اللي عندهم السكر انه ما يعلاش، مهما نعالج في المفصل السكر هيرجع الالتهاب من اول وجديد. اول ما تحس بوجع وان حركة الكتف بدأت تقل، روح لأقرب دكتور عظام علشان يلحق المشكلة في الاول. ده العيان الاول من العيانين اللي بيشتكوا من الم في الكتف، عيان تيبس مفصل الكتف. تابع السلسلة دي اللي هي سلسلة كتفك بيوجعك، هنشرح فيها اشهر اسباب الم الكتف وكيفية الوقاية والعلاج. لحد ما نتقابل في الفيديوهات اللي جاية، ابقوا امنين. سلام عليكم.